طيب يا جماعه هجرب دلوقتي مثلا لو الزراير ديت فوق بعضها. تمام، ده كده ده كده ده كده ده كده، خلاص المسافات بينهم بعيده ومش منسقين مع بعضهم، اروح محددهم واقول له والله وزيهم لي ويوزعهم لي كلهم فوق بعضهم. يبقى بص على المجموعه ديت، يبقى ظبط كل المسافات اللي بينهم. احنا قلنا المجموعه دي بنهتم بيها بالزرار ده والزرار ده، وده على حسب لو كانوا فوق بعضهم او جنب بعضهم. احنا بنحددهم بشيفت. بنحددهم بشيفت. الشيفت زي ما قلت لك يعني هي من الى، او كان ممكن بالكنترول ده وده وده، بس هتاخد وقت كبير. لكن الشيفت اول واخر واحد بياخد لك اللي بينهم على طول. طيب لو انا قلت نيو، نبدأ ناخد دلوقتي أداة اسمها البرش، يعني فرشة. نبدأ نرسم بقى شوية. أولا أول ما بتختار الأداة بتظهر لك كده علامة كده صغيرة زي ما انتم شايفين. دي معناها ده السمك بتاع بتاع الفرشة بتاعتنا اللي أبدأ أرسم بيها. طيب دلوقتي أنا عاوز أغير السمك بتاع الفرشة. أولا هي رسمت بلون اللون البني. طب هي ليه خدت اللون ده اوتوماتيك كده؟ عشان هو الفور جراوند. يبقى دي اول نقطه ان هي بتشتغل بالفور جراوند، ودي اهميه ان احنا يبقى عندنا لونين. طب انا لو بدلت دلوقتي وعملت كده، يبقى انا ممكن مثلا ارسم اي حاجه بلون كمان قريب مثلا منها او كده. يبقى انا استفدت ان انا بقى عندي اكتر من لون. تمام. طيب يبقى احنا اول حاجه عاوزين نعرفها ان ازاي نغير اللون. بنغير باللون الامامي وهي بتشتغل على اللون الامامي. خلاص، تاني حاجه ان احنا عاوزين نعرفها ان احنا نغير سمك الفرشه ديت. تعالوا نملى كده. لو تكيت دي ارجع لي الديفولت اللي هو الابيض واسود. كنترول باك سبيس يلون لي اللير باللون الخلفي اللي هو الابيض كده. فيها مشكله؟ طيب عشان اغير حجم الفرشه اعمل ايه؟ اول ما تقف جوه هنا كده تك رايت كليك. بص بقى اللي بيطلع لك ده. اولا الاختيار الاول ده بيقول لك حجم الفرشه نفسها. لما تكبر كده بص، ملاحظين الفرشه بقى حجمها هيكبر. طب لو انا رسمت كده كنترول زد او الت زد كده، تمام. حاجه اسمها الهاردنس، يعني قوه الفرشه هنا 0%. فلذلك بصوا اما بتيجي ترسم الحواف بتاعتها عامله ازاي. لكن لو قلت لهم 100% خدنا بالنا من الفرق. طب لو 50% الحواف بدأ يعني واخدين بالنا. فدي مهمه برضه. طيب الحاجه الجميله بعد كده ان احنا عندنا الفرشه ديت ليها انواع. مش بس ترسم كده بفرشه عاديه، لا انا ممكن اختار فرشه مخربشه، فرشه تديني يعني. حتى ما اقلب كده في السهم دي انواع الفرش اللي معانا. بص كده لو بصيتنا هنا، بص الفرشه دي عامله ازاي. واخدين بالنا من اللي حصل. مليت كله كده. بص لو خدت الفرشه ديت، تمام، يبقى دي كلها انواع فرش انا ممكن استخدمها اكبر واصغر حجمها زي ما انا عاوز. تمام. في بقى فرش جميله قوي لو نزلنا في الاخر كده خالص، نملى الخلفيه بتاعتنا كده. شفتوا بتعمل ايه؟ تروح رسمه بشكل عشوائي الشكل اللي موجود عندنا هنا ده. بص دي ترسمها بشكل عشوائي. خلاص، حاجه زي كده ورق خريفي كده. تمام. العمليه بدات تخش في الحاجات الحلوه. يعني كنا عاملين نعمل مربعات ودوائر والكلام ده كده. خلاص بقى هنبدا نخش في حاجات حلوه شويه. تعالوا بقى نعمل حاجه مثلا نطبق بيها الكلام ده. وليكن بلاش، كنا هنعمل خلفيه رومانسيه، بس كفايه ان احنا نتعلم التولز. الاداه دي اشتغلت عليها. قلنا اولا خدت اللون الامامي. انا لو عملت ده كده، تعالوا نغير ده كده نخليه ازرق او اخضر ونملى بالاداه. الاداه دي بتعمل ايه؟ بتاخد تدرجات اللون اللي بين الاحمر والاخضر. خدنا بالنا؟ نعم.
خد التدرج. نعم اتفضل. اصل هو مصغر. هو مش اخضر بس هو درجات، يعني بدأت تروح من يعني ايه، بدأت تقرب من اللونين من بعض وتديك الناتج ده. يعني انا مثلا خدت اصفر خلاص وخدت مثلا احمر، يبقى الدرجات المتوقعة اهي حاجات في البرتقاني وكده. تمام. الأداة نفسها اسمها ايه؟ الفرشة برش حرف البي. اللون اللي بتحطه اللونين دول هو بيعمل تدرجات بينهم ويملى لك بيهم الايه الخلفيه. نعم. وبعد كده يعني بصوا تعالوا هنا كده. طبعا هي دي مش باينه ليه؟ هي باينه عندكم بس هي شفافه شويه، يعني احنا نخليها الخلفيه كده. تمام. طيب تعالوا بقى نعمل حاجه لذيذه. انا عايز اعملها اصفر بس يبقى تختار اللونين اصفر. بصوا على فكرة في حركة لذيذة قوي. اللون ده عاوز يبقى هو ده بالظبط. اعمل ايه؟ اول ما تقف عليه كده هتلاقي بص بيكر كده، ده اسمه بيكر، يعني خد كده بقى خلاص يبقى نفس اللون. بس يبقى انا كده مفيش احتمال ثالث غير ان يجي لي لون واحد خلاص. طيب تعالوا بقى نعمل حاجة لذيذة قوي. هنختار هنا اللون الاخضر القاتم ده، وناخد لون اخضر كمان بس فاتح شوية زي كده، وناخد عندنا الجزء ده كده ونرسم كده. يبقى احنا كده بنعمل حاجة زي ما تكون ايه، نيجي لو كده رايت كليك كمان ممكن اخد ديت بس كايه كزرعاية مختلفة. انا اول مرة اعرف يبقى ديت فايدة البراش دي. يبقى اما انك تتكة تكة واحدة فتديك حاجة كده، او انك تمشي فتبدأ تديك ايه حاجة. خلاص تمام. وخدت برضو التدرجات اللي بين اللونين دول لذلك اخترت ايه اخضر بس. طيب الجميل هنا ايه بقى، ان البرنامج بيتيح لنا ان احنا لود براشز تاني. يعني انا ولا عاجبني دي ولا دي، او عاجبني على عيني وراسي بس عاوز اكتر من كده. فلو تكينا رايت كليك في المكان اللي بنغير منه حجم ونوع الفرشة، اللي الزرار كده حاجة اسمها لود براشز. اقول له والله انت عندك براشز فين يا رب، بس افتكر هي كانت فين عندي. work preferences PS براشز. كويس. دي كلها مجموعة براشز. تعالوا نختار حاجة نفهم اسمها بحيث في كارز هي. بص كده لو نزلنا تحت بقى معانا ايه. يعني تخيلوا بقى الوضع اللي احنا عاملين كده. نصغر حجمها شوية كده تقريبا بينا بنحط صور يعني نجيب كده. طبعا برضو خدت نفس اللون. انا مثلا لو نفس حاجه ممكن احط بالصوره عادي يعني هو ده الفرق. لا هو نوع معين وده انا جبته من على النت بيتيح لك ان ينزل لك براشز. هو في مواقع على النت اللي هو احمل سيرش او انا يعني هديكم كل السورسات اللي عندي مفيش مشكله، صور وخطوط وبراشز وجريدينتس بعد شويه. تعالوا نلود كمان لود. هنقول له مثلا في حاجه اسمها في كلاودز. لو نزلنا تحت كده تخيلوا عملت ايه في الصوره. سحب. طبعا المفروض هنا اغير الالوان هي تناسب حاجه زي كده. تمام. المهم ممكن اتك هنا اقول له لارج ثامبنيل، يعني هو هنا سمول ثامبنيل يعني مصغرات، هنا كبيره شويه بحيث ايه تعرض لك الحاجه اوضح. يعني واخدين بالنا. ممكن اسحب دي كده اكبر الايه الوضع بحيث يظهر لي اكتر من حاجه. تمام يا جماعه. يبقى ده بالنسبه لموضوع الايه البرش. ايه كمان. تعالوا ناخد اداه جميله قوي اللي هي اداه اللي بنسميها الاستيكه يعني. خلاص اسمها اريز. دلوقتي ساعات بيبقى الفرش وهم عاملها اما كبرها مثلا بتعمل بتبقى مكسره. ما هو ليه اساسا هو بيديك فرش، هو بيبقى عاملها يعني هو اساسا عملها ازاي. احنا هعلمك ازاي تعمل فرش اساسا بنفسك. خلاص. وعلى حسب الحجم اللي انت عنده الاساسي.
عامله كبير يبقى هيفضل معاك كبير، كبرته عن حجمه طبعا هتبوظ منه. يعني ملهاش حل يعني. لا انت تجيب فرش يعني تكون الكواليتي بتاعتها عاليه شويه. المهم ناخد الاداه اللي بعد كده اللي هي اداه الاستيكه او الاريزر تول. تحتها 3 ادوات. تعالوا نتعلم واحده واحده. نقفل دي كده ونفتح تصميم، دبل كليك او من قائمه فايل اوبن او من كنترول او يفتح لك حاجات زي كده ديت. لو فكرنا نمسح منها حاجه، مثلا انا عاوز امسح الخلفيه اللي وراها وليكن العربيه دي مثلا، عاوز عشان احط اي حاجه، امسك اداه الاريزر رايت كليك عليها اول واحده، برضه بنفس البراش بالظبط. حجم الفرشه قد ايه؟ الهاردنس يعني قوه الفرشه قد ايه؟ يعني كده هتبقى قويه جدا. فبص بتمسح. طب هو ليه ظهر ما مسحت لون؟ عشان هو الباك جراوند كلر هو كده، فبتمسح فالباك جراوند يفضل زي ما هو خلاص. طيب ممكن الهاردنس قوه الايه؟ بصوا بدات تمسح بشكل عامل ازاي. عرفنا الهاردنس لازمتها ايه؟ خلاص الى اخره. وتكبر وتصغر حجم الفراش. لو مثلا بتمسح حته دقيقه مثلا، حته زي كده، يبقى تصغر مثلا حاجه زي كده الى اخره. خلاص يبقى ديت بتعمل ايه؟ بتمسح. طبعا هو هنا يعني مش باين لنا ان هي بتمسح كويس. اما لو عندنا تصميم جديد كنترول ان كده نيو تصميم، وفتحنا فايل اوبن او كنترول او اي تصميم وليكن يعني حاجه زي كده خلاص. هو طبعا واخد نظام فول سكرين شويه، فانا عاوز اسحبه على الصوره اللي تحتها. تك اف كمان لحد اما ايه يظهر لك كويندو، بحيث اعرف امسكه واجيبه كده. واداه الموف اللي هي التحريك اروح واخده اسحبه ارميه فين؟ هنا كده. يبقى بقى معايا اهو في الايه في الصوره بتاعتي. طيب طبعا نزل فلير اوتوماتيك، يعني اول ما تسحبيه نزل فلير. طيب انا هسميه ايه؟ حصان. اصغره شويه، لسه ما عرفناش موضوع التصغير. طيب هجيبه كده شويه على جنب وامسك الباك جراوند والونها باللون ده كنترول باك سبيس. خلاص يبقى بقى الحصان اهو معايا. امسح دلوقتي اهو. خلاص ابدا امسح زي ما انا عاوز. طبعا احنا عندنا طرق نمسح بيها افضل من كده. طيب لو نزلنا كده رايت كليك هتلاقي حاجه اسمها باك جراوند اريزر، بيمسح الباك جراوند. دي لازمتها ايه؟ نكبرها بس كده شويه. بصوا ماشي بتمسح عادي. طيب بصوا كده اما هاجي هنا ايه ده؟ وما مسحتش اللون البني. لا دي بتعمل ايه؟ بتمسح اللون، بتحس باللون. بصوا اهي. طب هو ازاي؟ اصل انا شفت انا في ستار شوب لما يجي يقصقص مثلا حصان من الخلفيه بياكل منه حته. لا اهو معنى كده ان هو فعلا اهي هنا. اصلا هنا انا عامل ايه؟ هنا بختار اللون الابيض. هو هنا ممكن يعمل لنا مشاكل في الحته دي. بصوا لا طب ثانيه، هو مش بيقص فعلا من ال عشان مش بيقص اللون البني ليه؟ لان انا دلوقتي واقف على الايه؟ الابيض. بصوا كده اما واقف هنا انا واقف على الابيض اهو. الكروس اللي في النص ده بالظبط واقف على اللون الايه؟ الابيض. يبقى مش هيقص اللون الابيض. بص تاني. بص هنا كده في ابيض اهو صح؟ اما قص منه. خدت بالك؟ بدا يقص من الابيض اهو. الحته دي بقى اهي يعني لو جبت دي كده خدنا بالنا انه بدا يقص من هنا. طيب لو انا وقفت في البني بدات اقص. انا معلش انا بصوا والابيض زي ما هو ما بتقصش على فكره. يبقى دي بتقف على اللون وتبدا تقصه منين؟ لا طب ثانيه انا بحط اللون تاني ازاي؟ معلش لا يعني ايوه تاني عادي خالص. بصوا ديليت دي كده ودي اللون ده، واخد الحصان تاني اسحبه اخده معايا هنا اهو كده. نمسك الاريز باك جراوند اريزر. دي قلنا بتعمل ايه؟ بتشوف الكروس اللي في النص ده بالظبط ده كده، ده واقف على لون ايه دلوقتي؟ بني. يبقى مش هيمسح غير اللون البني في الصوره. طب دلوقتي واقف على اللون الايه؟ الابيض. طب مع ان بصوا يعني هو بص
وداخل اهو في الحصان، يعني هو داخل في الحصان بس مش هيمسح من اللون غير الابيض. بص اهو، بص الحته دي كده، شوف الكروسر واقف فين بالظبط على الابيض، يبقى بص مسح الابيض بس اهو، مش راضي يمسح البني خالص. ليه؟ لان اللي في النص دي بالظبط واقفه على اللون الايه الابيض. لو جيت بقى مسحت هنا خلاص ده هيبدا يمسح. طب هل لو في مثلا زي الصوره اللي موجوده في اللي احنا هنحطها على اللي هي باك جراوند، يكون هي صوره الباك كده كلها لون واحد؟ ما احنا قلنا حل اللون الواحد ايه؟ عندنا الاداه دي تروح طق كده ديليت اللون الواحد خلاص. او يعني انا كده عملتها بخطوتين، رحت عامل كده وبعدين ديليت. لا ده انا هعمل ايه بقى؟ الاداه الثالثه اللي هي ماجيك اريزر، مجرد ما تتك على اللون الواحد يطلع من الخلفيه كلها. مجرد ما تتك اهو ايه، هتلاقي ده كده اللون الواحد اللي معانا ايه ابيض خلاص. مجرد ما تتك كده عليه قطع. هنا طبعا في فاصل اروح قاطع. مفهوم؟ لو الباك جراوند لون واحد تمام. او ان احنا نزود التوليرانس اللي هي قلنا اللي هي بتحس بين ايه، بين فروق درجه الالوان. واخدين بالنا يا جماعه؟ بس كده يبقى ده اسلوب برضه من اساليب الايه التقطيع اللي معانا اللي هي بادوات الايه الاريزر. في بقى حتت مثلا مش جايه معايا اللي هي زي دي. وطبعا الشعر من اصعب الحاجات اللي ممكن يعني تتقطع يعني. بس بنحاول معاها مثلا بالاداه ديت كده باك جراوند دي نفضل كده نتك هنا وهنا، المهم ما اجيش على اللون البني خالص كده كده سنه سنه لحد ما ايه مقطع خلاص. وان كان في تكنيك معين في الفوتوشوب بس انا لسه ما تعرضتلوش في السي اس 3 اللي هو يقطع بقى الشعر. يعني لو جبت لك واحده بشعرها يقطع فعلا الشعر، بس لسه ما درستش الموضوع ده. المهم ده من اساليب القطع. يبقى احنا خدنا البراش وعرفنا ازاي بنكبر ونختار ونلود، نعمل لودنج البراشز عندنا بره خلاص. ولو عاوزين طبعا احنا المجموعه دي عجبتنا خلاص، ممكن اقول له سيف براشز، يحفظ لك كل البراشز دي في فايل واحد. بعد كده ما تسطب الوينز من جديد والفوتوشوب من جديد تروح واخد الفايل ده يروح رامي لك بقى الايه البراشز بتاعتك كلها تبدا تشتغل بيها. او ممكن تلود واحده واحده وكده. المهم تعال ناخد معلومه كده جميله وصغيره ومش هتكلفنا يعني فهم كتير لاننا يعتبر خدناها قبل كده. احنا عرفنا ان السلكشن بنعمله من سيلكت ترانسفورم سيلكشن ونكبر ونصغر ونلفت صح. هنعمل دلوقتي على اللايرز الطبقه نفسها نبدا نكبرها ونصغرها. مين قال كنت قلت صح؟ طيب حتى التي من ترانسفورم تمام. تعالوا ناخد اي صوره وليكن دي. طيب تعالوا بقى نزود المعلومات اللي عندنا. انا دلوقتي عاوز اخد الجزء اللي فوق ده احطه في التصميم بتاعي الجديد دوت وابدا اغير فيه مثلا ولا اعمل. انا عاوز ايه الحته دي بس، يبقى اعمل ايه؟ اخد السلكشن تول واقول له والله حدد لي الحته ديت كده في مشاكل، واروح باداه الموف اروح ساحبها حاططها في التصميم. طيب كنترول زد لو على فرض ان هي بعيده كده والتصميم تاني مش قدامي، كنترول سي يعني كوبي، واروح كنترول تاب بيبدل لي بين الايه بين الصور المفتوحه، او ان انا افضل اتك اف لحد ما الصوره الثانيه تظهر لي يعني. خلاص كنترول في بيست يعني لصق. في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب ديت معايا كده دلوقتي كنترول في بيست تمام. الصوره ديت انا مثلا عاوز اكبرها او اصغرها عن حجمها اللي هي نزلت لي بيه. انا واقف عليها اهو خلاص، ممكن اسميها ايه اللوجو بالاخر اللوجو تمام. اتك كنترول تي او من قائمه لاير، في اللاير ولا في الايديت؟ استنى مش فاكر. من ايديت من ايديت، من قائمه ايديت هتلاقي اسمها فري ترانسفورم كنترول تي خلاص. طيب نفس الوضع هناك بالظبط، نفس القائمه حتى سكيل روتيت سكيو ديستورت برسبكتيف وارب. بس الفرق بقى انك هتشوف بقى ايه الحاجه، يعني هناك كنت بتشوف خطوط وبتتحرك لكن دلوقتي لا. بص دي بقى اما هنعملها سكيلينج
ده بتكبر. وهنا اتكلم عن معلومة مهمة جدا جدا جدا، اللي هو جودة الصور اللي عندنا. احنا دلوقتي اما بنيجي نشتغل في اعلان او بنيجي نشتغل في اي تصميم هنطبعه بعد كده. لو انا جبت لك مثلا صورة الشخصية وبقول لك اعملها لي على، جبت لك صورتي قد كده خلاص، قلت لك انا هعمل لنفسي انتخابات فاطبعها لي على صورة قد كده، مستحيل. ليه؟ لان الصورة اللي قد دي، اللي قد كده ديت، اما هتكبر هتبوظ. تعالوا كده نشوف ازاي. شايفين دي كده اهي كده. لو اخترت الزوم ورايت كليك والاكشوال بيكسل يعني حجم الايه الاصل كده خلاص. طيب لو انا كنترول تي وكبرتها عن حجمها، كبرت عن كنترول ناقص كده، نصغر كنترول ناقص بتصغر الفيو يعني عشان نشوف بس الحاجه قدامك، وانتر. لو بصينا كده بصوا بدأ بنسميها بالبكسل خلاص، بدأت تفقد الايه الجودة بتاعتها. على عكس كده كنترول الت زد بص كان جودتها مظبوطة وكل حاجة تمام. فهي الفكرة في كده، اي صورة جبتها صغيرة كبرتها عن حجمها، مثلا صورة البنت ديت اهي، ده الاكشوال بيكسل بتاعها، وكنترول الت زيرو زي ما قلنا، او بختار بالزوم واتك رايت كليك واقول له اكشوال بيكسل، هي كده جميلة خالص. لكن لو كبرتها عن حجمها، تعالوا ندخلها في تصميم كده، وليكن نيو ورقة A4 انترناشونال بيبر، واقول له ايه؟ ندخلها على تصميم ممكن نكبرها ولا ما عشان لسه ما خدناش ازاي نكبر الصورة ككل. اقوم اخدها اسحبها واجيبها هنا كده، هي في الورقة ال A4 قد كده. طب انا دلوقتي عاوز اكبرها عن حجمها، كنترول تي، بتك شيفت ليه؟ عشان يحافظ لي على نسبة الطول والعرض، عشان ما تعملش مني كده خلاص. يبقى الشيفت هيحافظك على نسبة الطول والعرض. طب انا عاوزها تكبر من النص، يبقى الت. بصوا ده كان بيسحب كده، لما بتك على الالت بيكبرها لك في جميع الايه النواحي من السنتر كده. مفهوم يا جماعه؟ في مشكله؟ طيب كبرت انتر كده، انتر. هي انتر كده خلاص، لا لسه بيحمل اهو. بص يا جماعه فعلا بدأ يحصل ايه زي بكسله في الايه في الصوره، ما بقتش بجودتها اللي هي المفروض تكون عليه. البنت كده كده حلوه اساسا مهما عملنا فيها، ملهاش حل اساسا. المهم نيجي هنا تاني، كنترول تي رايت كليك، هتلاقي عندك فري ترانسفورم هنا بتكبر وتصغر وتلفف، سكيل بتكبر بس، روتيت تلفف بس، سكيو بصوا، ديستورت كأن مثلا اللوجو ده جاي من بعيد، واخدين بالنا حاجه زي كده، كأنه جاي من بعيد علينا كده مثلا، وليكن على باص، يعني ممكن نجيب صوره باص ونركبها عليها، فالديستورت هتنفع انك تاخد دي بقى على اطراف الايه الباص بتاعك من جاي من بعيد، وهتلزق كده صح. طيب سكيل يبقى بلغي كل حاجه، انتر بنفذ كل حاجه، كنترول تي تاني. الوارب هنا طبعا الوارب بقى شوف هتعمل ايه. يبقى دي مثلا بعمل ايه، يافطه قماش مثلا، بصوا يبقى دي اداه الوارب، ودي جديده في الفوتوشوب خلاص، دي حاجه بنطبق بيها. كنترول تي، اللوجو ده باصص يمين، ممكن اقول له فيرب هوريزونتال بقى باصص شمال، كذلك بنعملها في صور الاشخاص، يعني نخليه باصص يمين وباصص شمال، فيرتيكال رأسيا، او تدوره 180 او خلاص. يبقى عرفنا لو جبنا صورة عندنا ازاي نكبرها ونصغرها ونحطها في التصميم بتاعنا مظبوط تمام. شايف ان كده عندكم استعداد تاخدوا حاجة ثانيه ولا ايه؟ طيب انا شايف ان كده كفاية فعلا. و 10